هاي، ازيكم عاملين ايه؟ انا علا، ودي اول حلقة ليا هتكلم معاكم فيها عن موضوع مهم جدا. وتقريبا اغلبيتنا بيواجهه طول اليوم، وهو النقد في حياتنا. يا جماعة، يعني مفيش حد في اليوم ما بيتعرضش لنقد في حياته. كلنا بنواجه النقد ده بكل اشكاله المختلفة. ففي نقد احنا بنواجهه ده بيساعدنا ان احنا نطور من نفسنا، وفي نقد بيخلينا نحس ان احنا اصلا ولا حاجة ولا عملنا حاجة، وبيهدمنا فعلا، يعني بيهدمنا وبيهدم مشاعرنا وبيأثر فينا تأثير سلبي جدا. فاحنا دلوقتي هنتكلم عن ازاي اللي احنا نتعامل مع النقد البناء والنقد السلبي، وايه هو النقد البناء وايه هو النقد السلبي. اول حاجة هنتكلم عنها هو النقد البناء. النقد البناء ده بيكون هدفه ان هو يخليكي مثلا تطوري من نفسك في حاجة معينة انت مش واخدة بالك منها. مثال مثلا زي انا مثلا عندي جروب مثلا بتاعي بشتغل عليه. الجروب ده انا بشتغل عليه بطريقه عشوائيه مثلا شويه، فجي حد قال لي لا، انت لازم تشوفي النقطه دي كويس، لازم تشتغلي على ده كويس، لازم تعملي مثلا اعلان ممول، لازم لازم لازم. فهو بيديني نصايح تساعدني ان انا اطور من نفسي، فهو عايزني ابقى احسن. فانا هاخد النقد ده بطريقه كويسه واستخدمه صح، واشكر الشخص اللي قالهولي ده، لازم اشكره على طريقته ان هو عايزني ان انا اطور من نفسي وان انا ابقى احسن. بس كده. النقد بقى السلبي ده حاجة من أبشع أنواع النقد. وبجد أنا بشوف أي حد بينتقد أي حد بطريقة مش محترمة أو بطريقة مش كويسة، فبجد هو بيبقى إنسان مش محترم خالص وقليل الذوق جدا، وبيبقى عايز ياخد كده يعني قلمين على وشه. فاحنا لازم نتعامل مع النقد الهدام ده بطريقة بجد صارمة، وما نخليش اي حد وما نسمحش لاي حد في الدنيا ايا كان مين انه يقلل من اي حاجة احنا بنعملها، او ان هو يقول رأيه في حاجة ما يعني احنا ما طلبناش رأيه فيها. مثال مثلا، يعني انا اكون عاملة مثلا كيكاية مثلا، وانا شايفة ان الكيكة دي خطيرة تحفة، انا بجد رهيبة في الكيك. فيجي حد يقول لي مثلا ده انت لو كنت عملتيها مثلا بالطريقة الفلانية كانت هتبقى اطعم، ده انت لو كنت حطيتي كذا كان هيبقى احلى. طيب انا حضرتك ما طلبتش منك الرأي ده، فانت ليه بتقوله؟ انت يا انا قدمت لك حاجة او اديت لك حاجة، يا تقول شكرا يا تسكت، يعني يا ما تاكلش. يعني الكيكه مش عاجباك ما تاكلهاش، عاجباك تاكلها. بس فده اللي انا اقصده. حد قال لي ايه رايك في الطقم اللي انا لابسه ده؟ جميل وشيك جدا، بس لو مثلا غيرنا الطرحه خليناها كذا هتبقى احسن، هيبقى احلى. بس هو في العموم جميل، بس مثلا نعمل كذا. دي المفروض الطريقه المحترمه في النقد. لكن الواحد بجد بقى بيشوف حاجات غريبه جدا، غريبه. اللي هو حد يقولك ايه القرف اللي انت لابسه ده، ايه اللي انت عاملاه ده، مع ان البنت مثلا او اي واحده بتبقى نازله من البيت واثقه في نفسها وشايفه ان هي اجمل واحده في الدنيا وماشيه يعني ما شاء الله عليها. تيجي واحده تقابلها خلاص بقى، يعني هي كرهتها في الحياه وفي العيشه وفي نفسها، وهزت ثقتها في نفسها بطريقه مش حلوه خالص. فبجد احنا لازم نعمل حدود للناس دي، ما نسمحش لحد ان هو يعني ياخد اكبر من حجمه معانا. بجد يا جماعه، احنا اللي بندي للناس الفرصه ان هم يعملوا كده، ويقللوا من نفسنا، وبيقللوا من ثقتنا في نفسنا، وبيخلونا مأذيين نفسيا. ليه احنا اللي بنسمح ليهم بكده؟ لا، انا لابسه حاجه او انا بعمل حاجه ومقتنعه بيها وفرحانه بيها، ما اسمحش لاي مخلوق في الدنيا ان هو يقلل منها. لا، انا واثقه في اللي انا عاملاه، وابين له قد ايه انا واثقه في الحاجه اللي انا بعملها، وان انا رايك ده اصلا ملوش اي 60 لازمه بالنسبه لي. بس اخر حاجه هقولها لكم ان احنا لازم نستعمل النقد البناء ده، نتقبله بصدر رحب، ونشكر الشخص اللي هو قاله لنا عشان هو عايز نطور من نفسنا. انما السلبي ده بجد يا جماعة، ده ممكن لو حد ساب نفسه ليه بجد هيهدم حياته وهيهدم
ثقته في نفسه هيهدم حاجات كتير. لازم نقف ولازم ناخد موقف، وما نسمحش لحد يتعدى حدوده معانا، ونحط حدود لأي حد بنتعامل معاه ايا كان مين. وده كان اول فيديو ليا معاكم، وعايزه تشاركوني بقى في التعليقات بتواجهوا النقد ازاي او بتتعاملوا معاه ازاي. واستنوا مني بقى حلقات تانية كتير ان شاء الله. وهستنيكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتابعوني بقى عشان تشوفوا الحلقات الجايه، هتبقى حلوه جدا. واكتبوا لي في الكومنتات حابين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي.